مش عارف اقول ايه. ازيكم اولا، عاملين ايه؟ والله يعني المشكله كلها بالنسبه لي في الزمالك، ان هو الزمالك. للاسف انا ما عنديش طاقه والله ان انا اتكلم عن حاجه في الماتش، لان هي نفس المشاكل. ده بالعكس النهارده كان في مشاكل اكتر. يعني انا ممكن اقول ان الماتشين بينوا لنا حاجات ما كانتش باينه، بس يمكن الماتش ده باين لنا حاجات اكتر. باين لنا ان في لعيبه مستهتره جدا، باين لنا في لعيبه مش فارق معاها ماتش ودي. بالعكس انت كنت بتلعب بالناشئين الشوط الاول ما دخلش جوان. جيت الشوط التاني نزلت كل يعتبر الفرقه. يعني انت المشكله انك بيخش فيك الاجوان لما بتخش تنزل الفرقه اللي بتلعب، هي دي المشكله. انا مش عارف هل ده المفروض يعني حاجه سيئه ولا حاجه وحشه ولا حاجه كويسه ولا ايه. الزمالك بيعك ومدرب بيعك. النهارده انا ما فهمتش حاجتين: فكره انك انت خرجت حاتم سكر عشان تلعب يعني شاب صغير مكانه برضو من الناس الناشئين، فتمام يعني بتجرب، بتشوف اللعيبه اللي عندك حالها عامل ازاي، مع ان اللعيبه دي اصلا ما لعبتش خالص. ففكره انك نازل عبد الشافي في نص الملعب مش مفهومه، مش مفهومه خالص 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 خالص. ممكن افهم برضو انك طلعت الونش عشان تنزل الزناري بحيث ان الونش اتخبط او حاجه زي كده فعايز تريحه عشان ماتش الرجاء، وكنت بقول كده في الشوط الاول انك اصلا مريح اللعيبه كلها عشان ماتش الرجاء. لكن ان انت تشيل الونش وتنزل الزناري، فبرضه مش عارف اقول لك إيه. انت عارف ان الزناري ما بيلعبش اصلا بقاله قد كده. ف... فمش فاهمها. برضو الحاجة التالتة اللي مش فاهمها: طب انت بما ان عندك باكات وموجودة وبيلعبوا، طب ليه سعادتك يعني؟ ليه ما جبتش كده، جيت زي الشاطر كده رحت واخد المسلوسي من الماتش الاولاني ولعبته باك يمين من الاول ونزلت عمر في نص الملعب؟ دي برضو ما فهمتهاش. في كذا حاجة كده انا مش فاهمها يعني. ورحت لاعب النهارده المسلوسي باك يمين ولعبت سرد باكين عاديين، فانا مش عارف. نيمار كذا مره قلنا يا جماعه، نيمار لما جه صعد اصلا من تحت وهو جاي بيلعب ان هو هاف. بس انت فريرا لما وظفه في فكره الباك اليمين عمل فيها شغل عالي قوي، فليه بتلعبه هاف؟ برضه مش فاهم. ما تجرب بقى، ما دام انت بتجرب من الناشئين اللي لسه ما لعبوش معاك جرب وخلاص. إيه... للاسف هو انا في كذا نقطه جايه برضه اتكلم فيهم النهارده، منهم الفراوده بتاع نادي الزمالك. الزمالك ما عندوش فراوده. انا كنت الفتره الاولانيه بقول ان ناصر حلو وبتاع ويلعب على الجزيري شويه عشان الجزيري بس فكره تحركات. ناصر ولا تحركات ولا النهارده صندوق ولا باصه صح ولا استلامه صح ولا شوطه على الجون ولا شوطه حتى على الجون صح. اللعيبه ناسيه اساسيات الكوره. في لعيبه مش كل اللعيبه، بس في لعيبه كتير ناسيه اساسيات الكوره، ناسيه هي بتلعب في نادي اسمه ايه، ناسيه تاريخ النادي ده، ناسيه ان انت اصلا بتلعب فرق رديف، بتلعب فرق مش بتلعب بالفريق الاساسي بتاعها. يمكن عندهم كتير من اللعيبه مش موجودين. حتى المصلال القطري النهارده والله فرقه، لو فرقه في نص الجدول بتلعبها من عندنا والله لكانت شمطتها على الاقل 3-0 كده في الشوط الاول. الزمالك ما شاطش كوره واحده. الزمالك في ماتشين، دي من الاحصائيات اللي موجوده، الزمالك في ماتشين دخل فيه 5 تجوان وجاب جون، والجون ضربه جزاء. فالزمالك ميت حرفيا اكلينيكيا. مفيش الزمالك كده بس يعني يا دوب بيعدي. عارف انت الراجل الكبير اللي بيعجز وما هو ماشي بعكازه كده، فكل شويه يحرك حركه بالعكاز، ده اللي الزمالك بيعمله. فان انت تتحول من فكره شاب بيجري وبيتحرك وبيعمل كل حاجه وترجع لفكره انك انت راجل عجوز ومعاه عكاز كمان ومش قادر يمشي، دي صعبه قوي. في كوره في الاخر انا دي بينت قوي حال لعيبه نادي الزمالك وحال كمان اللعيبه الكبيره اللي موجوده في نادي الزمالك بشكل عام اللي لعبت منهم، اللي هي الكوره دي اللي لعبها المسلوسي. في كوره في الاخر كده المسلوسي بيجري بيها هي رفعه وحشه ومتنيله واي حاجه وما عدتش حتى من اول يعني من اول 6 يارد ما عدتش. يعني هو بيرفع من بره ال 18 وهو ما عدتش حتى ال 6 يارد، ما عدتهاش. يعني هي جايه اصلا متوسطه وحاجه نيله. فهو شاف الكره عدت فراح عامل لهم كده وراح مكمل لكنه طلع على بره، فلقى الكره بترجع راح رجع ورجع بقى بيتفسح. اللي حتى اوباما اللي بقول عليه راجع فايق لقيته النهارده بطيخه ما بينه وما بين الجون، واقف على الست يارده لو حطها بشماله حتى لو ما جاتش بس يعمل اللي عليك، عايز يرقص. مصطفى شلبي مش عايز اتكلم عليه لان الراجل لسه جاي من اصابه هو والونش، بس فعلا وحشين جدا. انا كنت فاكر اللعبه دي هي اللي هتسند وهتطلع بيك تزقك لنهايه الموسم. مفيش. انداي ده اللي انا مش عارف يعني ازاي جه والله العظيم ومحترف وبياخد بالدولار. انا مش عارف. انا مش عايز اجي على اللعيبه عشان ماتش ودي، بس الزمالك اصلا من قبل ماتش ودي هو بيخسر.
فمستويات سيئه جدا. ده النهارده ما لعبش كوره واحده صح، كوره حتى في البساط، رجله اليمين هو ما بيعرفش يلعب بشماله، اللي هي شماله اصلا، فبيباصي بيمينه. في كميه لعيبه النهارده في نادي الزمالك محتاجه اعاده تاهيل، والله العظيم ما تلعب في مركز شباب والله. والناشئين بتوع الزمالك 3/4 ما يلعبش حتى يعني يطلعوا عراض ما يلعبوش. لكن كلعيبه بقى موجوده من السكواد الاساسي، لان مشكله الزمالك ان السكواد الاساسي اللي بيلعب هما فيه 4 لعيبه اللي اتاخدوا، لان ما تقوليش حسام عبد المجيد ومحمد طارق ما بيلعبوا، انا بتكلم على ال4 اللي هم في الفرق الكبار بتاعتهم. منهم محمد صبحي ما بيلعبش، في 3 الجزيري وزيزو وفتوح. ال3 منهم برضو اصلا فتوح ما كانش بيلعب، يعني هو الجزيري وزيزو، فمش معقول ال2 دول اللي كانوش بيلعبوا او ال3 دول اللي ما بيلعبوش. الفرقه بمنظرها كده، اللعيبه اوزانها زايده، اللعيبه مش قادره تجري، مش قادره. انا حاسس في آلة اسمها ناصر منسي كده بتجري عماله تعمل كده، مش قادر يجري، مش قادر يجري اللعيبه اي خبطه رجلي مش عارف ايه. فلا في منظر سيء قوي في الملعب. حتى قرايه معتمد جمال للماتش مفيش، برضه مصمم يلعب، اللعيبه قافله متربسه، مصمم يلعب من العمق. ولما بتطلع بالكره من الاطراف، حتى الاطراف بتاعتك بترفع. عمر جابر لما طلع يا لهوي يا لهوي، طلع الكوره، ايه ده بيرفع الكوره ولا كانها بيبني كوبري، عامل كده. مش العبها اللي هو الطبيعي، الناس كلها تقول لك العب الكوره سريعه عشان الجون ما يطلعش، واللعيبه حتى ما تطلعش تاخدها على طول بسرعه. مفيش. حتى الكوره اليتيمه اللي طلعنا بيها اللي هي بابا حطها كده، مش هخش مثلا واروح مديها واحده هيد كده ناطحه. مفيش. انطح يا عم واعمل اي حاجه. مفيش خالص بجد. والله العظيم بتفرج على ماتش من أسوأ ما يمكن، من أسوأ شوط. انا كل ما اجي اقول مثلا ده أسوأ شوط الزمالك هيلعبه او لعبه، الاقي في أسوأ منه. الزمالك كل سنه او كل ماتش بيبهرني عن الماتش اللي قبله بجد. مش طبيعي. الزمالك النهارده كان ممكن يطلع برده بفضيحه حلوه، يعني ممكن كان يطلع له ب3-4 مرتاحه، مع فرقه اصلا كانت بتلعب فرقه اللي هي الاتفاق السعودي، الاثنين بيتعادلوا مع بعض وضربات جزاء بالعافيه، راح كسبك انت. ففي كميه سوء غير طبيعيه. حراسه المرمى عندك فيها، لا لازم مدرب حراس مرمى، مش ممكن اللي الزمالك فيه بجد. في كميه عبث غير طبيعيه. قلنا يا جماعه كان لازم المدرب على الاقل هو اللي يروح مع الفرقه دي، لان الفرقه دي خلاص هي عارفه انها 3/4 ماشي، مع كمان ان المدرب عرف ان هو خلاص ماشي. فخلاص بقى صباح الفل يا جدعان، بقى الدنيا حلوه، خلونا نقضي اليومين دول حلوين كده، وادينا قاعدين في دبي كده ناخد لنا شوبينج والدنيا حلوه. فانت رايح تقابل الرجاء، وبعد كده ممكن تقابل يا العين يا تقابل وين، انا مش عارف ده لو كسبت يعني الرجاء بالمنظر اللي انت فيه ده، وانت مش تكسب يعني خلاص يا صباح الفل. ف لازم غربله سريعه. انت خلاص المفروض ان النهارده تبدا تأيد اللعيبه، فلازم بقى واللعيبه حتى اللي هتجيلك تلحق تسافر النهارده عشان تلحق تلعب الماتش بتاع بكره، والمدرب يجي بكره، انا ما اعرفش ازاي يجي يقابلهم هناك. المنظر صعب جدا، فرقه ما لعبتش بنكله قدامك وانت ما لعبتش بنكلتين، انت ما جيتش. والله العظيم والله لو فرقه في نص الجدول بتلعب الفرقه دي لكانت زغرفتها زغاريف بالهبل النهارده. مش طبيعي اللي بيحصل في نادي الزمالك ده يا جماعه، والله العظيم. لعيبه لا تفقه شيء عن الكوره وبتاخد فلوس. معلش مش قادر والله، مش قادر اسكت. سلام.